السلام عليكم يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ بكون بخير يا رب ان شاء الله. بص يا باشمهندس، في سؤال بيقول دلوقتي انا دلوقتي راجل بنسى المذاكره، بيجي لي ذاكره السمكه، بنسى كل حاجه، اعمل ايه؟ مشكلة النهاردة يا هندسة عايزين حل ذهبي للنسيان المذاكرة والنسيان في عدم تركيز في الجامعة يعني او في المحاضرات. تعال نفكر مع بعض بصوت عالي كده شوية. اولا احنا كائن الحي بتاعنا ده اسمه الانسان من النسيان، فكلنا بننسى. فقاعدة لست وحدك دي اكيدة، وعايز تستعين بالله سبحانه وتعالى على النسيان. طبعا لازم تستعين بربنا سبحانه وتعالى واستعين بالله، فربنا سبحانه وتعالى يعينك على المذاكرة. بس في حتة هنا مهمة جدا لازم تعرفها. هعمل لك حسبة صغيرة كده وما تتخضش مني. اليوم 24 ساعة، نفترض انك بتنام 6 7 8 ساعات، كويس؟ احسب بقى بقية ال 16 ساعة اللي موجودين، حوالي مثلا بالتقريب 50,000 ثانية. مثلا 50,000 ثانية ده النهاردة العصر الحالي، ال50,000 ثانية حرفيا بيحصل فيهم 50,000 حدث إن لم يكن أكتر. يعني كل ثانية بيحصل حاجة بقى سياسية، حاجة دينية، حاجة رياضية، حاجة مش عارف أخبار مين، مش عارف مين حصل له إيه، مش عارف مين أنقذ مين، مش عارف مين حصل فيه إيه في الأتوبيس، مش عارف لا قدر الله الحريقة في المكان الفلاني، مش عارف الحادثة الفلانية، مش عارف أم قتلت ولادها، ابن مش عارف عمل إيه في والده، مش عارف الإخوات، مش عارف مين انتحر، مش عارف مين نجح، مش عارف مين سقط، مش عارف مين، أخبار المشاهير، أخبار مش عارف إيه، الرياضة، الأهلي، الزمالك، ليفربول، مش عارف مانشستر، الدوري الإنجليزي، الدوري الألماني، كأس العالم، المصارعة، الرياضة، السباحة، التنس، أخبار علمية، أخبار فلكية، أحداث تكنولوجية، على الأقل 50,000 حدث. ده لو ما كانش الضعف أو أضعاف ده في اليوم الواحد. يعني أنت عندك في اليوم ممكن يمر على رأسك 50,000 معلومة. يعني في الشهر 1,500,000 معلومة. أنت متخيل الرقم؟ 1,500,000 معلومة. مطلوب بقى من حضرتك إنك تحفظ 1,500,000. ليه؟ لأن حضرتك بسم الله ما شاء الله عليك عايز تعرف أخبار كل حاجة، وعايز تركز في كل حاجة، وعايز يمر عليك كل حاجة، وعايز تفهم في كل حاجة. ولازم لما الشباب يتكلموا في موضوع لازم تكون أوير بيه، تكون عارفه، تكون ملم بيه، تكون دايس فيه. حد يتكلم في الرياضة لازم أعرف الأخبار، ومين هاجم ومين دافع ومين صانع ألعاب. عايز تعرف أخبار السياسة، عايز تعرف أخبار المشاهير، أخبار مش عارف مين. أنت عايز تعرف كل حاجة، وبالتالي عايز مخك ده يحفظ 1,500,000 معلومة في الشهر بحد أدنى. طب بالله عليك تيجي تقول لي بقى في وسط 1,500,000 دول في 50 30 20 معلومة عرفتهم في الجامعة، تفتكرهم؟ طبعا مش هتفتكرهم. يبقى ايه المطلوب من حضرتك؟ ايوه صح زي ما انت قلت، علاج النسيان انك تكون حاطط هدف مركز فيه. بس اهداف الحياة يا شباب مختلفة مع الاعمار. يعني انت هدفك وانت صغير في ابتدائي غير اعدادي، غير ثانوي، غير جامعة، غير لما تطلع تشتغل، غير لما تتجوز، غير لما تفتح شركة، غير لما تنجح، غير. كل مرحلة عمرية لها هدف. كل حكاية بس كل مطلوب منك انك تركز في الهدف الحالي. فانت اسمك ايه زي ما اتفقنا في البطاقة الشخصية؟ وظيفتك طالب، فتركز ان انت طالب. فكل المطلوب من حضرتك انك المعلومات اللي المهمة اللي بتشوفها في حياتك من ضمن 1,500,000 معلومة تركز فيها، والباقي فلتر، بلوك. طب اعملها ازاي يا هندسة؟ موضوع بسيط. حضرتك اولا ممكن تعملها بمزاجك او ممكن تعملها غصب عنك، انك تعرف 1,500,000 معلومة. بمزاجك انك تسكرول على السوشيال ميديا وتسمع كل الاخبار، وبعد كده تلاقي نفسك اتسحلت في مليون خبر غير اللي انت كنت عايزه. وغصب عنك انت ممكن فجأة يطلع لك اعلان او يطلع لك معلومة او تعرف خبر وتطنش، وبعد كده يتكرر تاني وتالت، وتمشي في الشارع تلاقي الناس بتتكلم عنه واصحابك بيتكلموا والدردشه وفي الاخر تكتشف انك غصب عنك دخلت في المعلومه وهي اصلا مش مهمه. يعني تخيل كده في كم من المعلومات انت لو ما بصيتش على السوشيال ميديا انت مش هتهتم بيه ولا هتدور عليه ولا هتبحث عنه مخصوص. يبقى اذا الحل بتاعك انت حاطط قدامك 20 معلومه 50 معلومه، من فضلك ما تزاحمش عقلك ومخك وذاكرتك ب1,500,000 جنبهم. ركز في ال50، اصحى ونام واعمل عليه. خلص اللي تاخده في الجامعة، تعالى لخصه، احفظه، ذاكره، خلصه، وبعد كده روح هات اللي بعديه وراجعه تاني، وهات اللي بعديه وراجعه تالت، واللي بعديه وراجعه رابع، واللي بعديه وراجعه خامس، لغاية ما يبقى هو ده اللي انت صاحي نايم قاعد شارب واكل بيه. هتلاقي نفسك ببساطة شديدة مش ناسيه. وطبعا معلومة
حلو قوي في حكايه النسيان، انك عايز تفهم حاجه كويسه جدا اشرحها لغيرك، من باب انك توصل معلومه وتثبتها عندك، والتكرار بيعلم الشطار. استعن بالله ولست وحدك، واشوفكم ان شاء الله في مشكله تانية. السلام عليكم.